هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا في الفيديو ده متحمسه جدا جدا ان انا اشارك معاكم تجربتي خلال تانية ثانوي، وكمان هقول لكم كل حاجه بكل صراحه. فاول الفيديو خالص هبتدي اقول لكم بقى السنه بدات ازاي وكان شعوري ايه اول ما بدات السنه، وكمان هقول لكم المواد كانت سهله ولا صعبه، وفي الاخر خالص هديكم كام نصيحه كده عشان ما تغلطوش غلطتي. وحقيقي كنت اتمنى ان حد يقول لي المعلومات دي قبل ما ادخل تانية ثانوي، بس ما حصلش نصيب. فانتوا ربنا بيحبكم انكم هتسمعوا النصايح دي، وكمان هقول لكم على كل حاجه ما تقلقوش، وهقول لكم بقى رايي في الامتحانات كانت عامله ازاي، سهله ولا صعبه وكده. وبس كده بقى، ويلا بينا نبدا. خليني كده اقول لكم بقى القصه من اولها خالص. من اول السنه يعني قبل كمان ما الدراسه تبدا، صحابي كلهم او معظمهم كانوا بياخدوا دروس، وانا كنت باخد دروس انا كمان. بس كانوا عايزين ياخدوا دروس قبل ما الدراسه تبدا مثلا بشهر او شهرين. فبصراحه انا ما كنتش حابه الموضوع ده خالص، وكمان بقى كنت شايفه كل اللي حواليا بياخدوا دروس من بدري، فكنت حاسه ان انا متاخره او مش هلحق او كل الكلام ده. بس في الاخر اتضح لي ان كل الكلام ده غلط. وتقريبا بدات دروس بقى او نص دروس بداتها قبل الدراسه باسبوعين بس. فانتوا ما تكتروش اكتر من كده. لو حد بقى ضحك عليكم وقال لكم قبل الدراسه بشهرين او شهر وكل الكلام ده، وما تخافش بقى من الناس اللي بتفضل تقول لك لازم تاخد دروس قبلها بكام قرن مثلا وكل الكلام ده، بس ما تسمعش كلامه خالص. انت بس اهم حاجه تبدا مع الدراسه، او مثلا تبدا قبلها باسبوع او اسبوعين، وكمان فعلا عشان تلحق المنهج. لكن بعد كده هتتاخر. هو انت هتلحق المنهج بس هتضغط جامد. وبس بقى مع بدايه السنه كنت متحمسه جدا، وكنت بروح الدروس وبنزل المدرسه وكل الحاجات دي. انتوا عارفين بقى اللي حصل بعد كده. اول شهرين كنت منتظمه جدا، كانت الدروس كلها مش متراكمه عليا، وكنت بذاكر اول باول وكل الحاجات دي. بس بعد كده كسلت خالص، وكان في الدراسه شغفي بيقل فتره عن فتره. فانا كان لازم اعالج الحته دي، وكان لازم فعلا ان انا اشغل فيديوهات مثلا تحفزني اكتر ان انا اذاكر. بس انا للاسف كنت بسيب نفس الفترات دي وبرجع تاني. يعني انا كنت بقل شغفي وبرجع تاني، بس بقعد مثلا فتره كبيره جدا عقبال ما استرجع شغفي. بس دي حاجه مشكله جدا. انت اول ما تلاقي نفسك ان انت خلاص شغفك قل، لا، ابدا كده شغل فيديوهات تحمسك اكتر، تخليك كده تتحفز انك تذاكر. وعايزه اقول لكم بقى ان طول ما انا كنت بذاكر كان الدراسه سهله جدا بالنسبه لي، كانت الدروس كلها سهله بالنسبه لي. يعني ما كانش فيه مواد صعبه. يعني مثلا ممكن الرياضه هي اللي كانت حاجه تقيله جدا شويه بالنسبه لي، بس برضو لا، ان انا كنت يا دوب برجع من الدرس وبعد كده مثلا بغير باكل حاجه بريح شويه وكده، وبعد كده بكتب واجب الرياضه. لو ما عملتش كده اول ما جيت من الدرس، انسى انك اصلا تفتكر الدرس ده تاني. انت اخرك مثلا في الرياضه دي بالذات انك في يومها انك تكتب الواجب بتاعها، انك تذاكرها، وبعد كده خلاص هي ثابته في دماغك. لكن بعد كده بقى لو سبتها يوم ويومين وثلاثه واربعه، انت كده خلاص تقول شكرا للرياضه وشكرا لدرس الرياضه ده. بس انا عايزه اقولك طول ما انت منتظم في المذاكره كل حاجه بالنسبه لك هتبقى سهله جدا. اول غلطه غلطتها وانا في تانية ثانوي وهي ان كنت بكسل انزل الدروس. دي حاجه سيئه جدا. اللي هو طب ما مثلا تشغليها على اليوتيوب وتعملي نفس المجهود فعلا وتذاكري وتعوضي انك ما نزلتيش الدرس. بس انا ساعات ما كنتش بعمل كده، يعني ساعات كتير جدا ما كنتش بعمل كده. فدي غلطه غلطتها وانا في تانية ثانوي، ان كنت بكسل انزل الدروس. حتى لو كسلت تنزل الدرس في يوتيوب ممكن تشغله، ممكن مثلا تحل بقى بعد كده بعد ما تسمع الفيديو. بس انا ما كنتش بعمل كده. فنصيحه ما تكسلش عن الدرس. حتى لو كسلت شغل فيديو من على اليوتيوب وذاكره. تاني حاجه، صاحبوا ناس تشجعكم على المذاكره. انا عايزه اقول لكم ان دي حاجه مؤثره جدا جدا كمان فيك، او مثلا هتاثر فيك فعلا. ان مثلا في مساله مش عارفها فهروح لصاحبي يحلها لي، فهيشجعني على المذاكره اكتر. هيحل لي كده المساله فهشوف ان الدنيا بسيطه فهتشجع اكمل المذاكره. فبصراحه اختيار الصاحب المجتهد مثلا ده، دي حاجه عظيمه جدا انكم تشجعوا بعض على المذاكره. وعايزه اقول لكم بقى قبل ما تدخلوا تانية ثانوي لازم تقووا نفسكم في الانجليش وتعرفوا الاساسيات كده. وكمان بقى أنا لسه مكتشفه قناه على اليوتيوب، بنوته لسه مبتدئه ان هي تنزل فيديوهات وكده. بصراحه مفيده جدا وبتنزل الاساسيات حتى لو انت ضعيف جدا جدا في الانجليش. لا، هي بتعلمك الاساسيات ومن اول الحروف، يعني من اول A و B و C وكل الحاجات دي. فهي بتعلمك كل الاساسيات، وكمان بقى بتنزل جرامر. فهتتعلم كتير بصراحه. هحط لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. وكمان صراحه انا اتعلمت منها كتير، اللي هو بتعلمكم الاساسيات وبتعلمكم كمان ازاي تنطقوا الصوت ده. فبصراحه هي مفيده جدا. فانتوا اسمعوا لها كده وان شاء الله تستفادوا. وكمان انا لسه منزله الفيديو ده بما اننا في اجازه بقى وكده، فاحنا محتاجين فعلا ان احنا نطور من نفسنا. فروحوا اسمعوه وان شاء الله تستفادوا منه كتير. تالت نصيحه لاي حد داخل تانية ثانوي وهي جدول المذاكره.
دي من اهم الحاجات اللي لازم تعملها في حياتك. حتى لو انت اولى ثانوي، تانية ثانوي، اولى ابتدائي، لازم تعمل جدول المذاكره ده، مهم جدا وضروري. انا عايزه اقول لكم بقى ان جه فتره كده في حياتي وانا في تانية ثانوي ما كنتش بعمل جدول خالص، ما كنتش بعمل جدول المذاكره ولا جدول لحياتي ولا اي حاجه. انا عايزه اقول لكم ان الفتره دي انا ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي اصلا. يعني اللي هو انا كنت بصحى تمام، لو رحت الدرس بروح وباجي مش بعمل اي حاجه، ولا بذاكر ولا بفتح كتاب. لكن لو عملت جدول مذاكره حقيقي بيفرق معايا جدا. تمام، اول ما اصحى مثلا بهدى كده وبتوضى وبصلي، وبعد كده بذاكر، مثلا بروح الدرس وبرجع بذاكر برضو تاني. كل ده وانا مسجلاه في النوت اللي انا بذاكرها او في الجدول المذاكره اللي انا عاملاه. لكن بقى ان انا سايبه حياتي كده من غير ما اعمل جدول ولا من غير ما اعمل اي حاجه، حياتي بتضيع ووقتي كله بيضيع. فلازم من اساسيات المذاكره انك تعمل جدول مذاكره. وكمان لما ما كنتش بعمل جدول مذاكره كنت بلاقي الوقت بيضيع، وكمان ما كنتش بذاكر اي حاجه، وكنت باجل بقى، بفضل اقول لا الماده دي هذاكرها شويه كده، بكره، بعده، وبفضل اجل لحد ما بذاكرش الماده دي خالص. فاهم حاجه جدول المذاكره يا جماعه. نصيحه مني بقى، ما تسمعش كلام اي حد في الدنيا بيقولك يا عم احنا كلنا ما بنذاكرش. انا الجمله دي سمعتها اكتر من 100 مره تقريبا من اي حد بكلمه اللي هو في سني. يعني اي حد بكلمه يقول لي يا ستي كلنا ما بنذاكرش. فبالتالي انا كمان بحس ان كلهم ما بيذاكروش فعلا، فانا كمان ما بذاكرش وبعمل زيهم. دي اكبر مشكله ممكن الانسان يقع فيها، وانا كمان وقعت فيها، ان كل الناس شايفاهم بيقولوا لي يا ستي احنا ما بنذاكرش. بس دي انا عايزه اقول لكم ان دي اكبر غلطه ممكن تسمعوها من حد. يعني مالكوش دعوه بكلام اي حد في الدنيا يقولك كده، فاسمعوا مني. يعني انا جربت الحاجه دي، ما تسمعوش لاي شخص يقولك كده، حتى لو قالك كده اكنه ما قالش حاجه. وانت ذاكر، مالكش دعوه بحد. ودي سنه مهمه زي اي سنه، مش مثلا تانية ثانوي مش مهمه يا جماعه وكل الكلام ده. تانية ثانوي مهمه. وكمان ما تسمعش لعاشر مره يقولك، ما تسمعش كلام اي حد يقولك يا عم كلنا ما بنذاكرش. وافرض مثلا هما بيذاكروا وبيقولوا لك كده فعلا، هتستفاد ايه؟ فانت ما تسمعش كلامهم وذاكر انت ومالكش دعوه بيهم. حاجه حلوه قوي استفدتها وانا في ثانيه ثانوي، ان ما كنتش بعتمد على مدرس واحد. يعني ما كنتش بعتمد على المدرس مثلا ان انا باخد معاه درس، لا كنت مثلا بسمع فيديوهات مع اليوتيوب لناس مختلفه، لمدرسين مختلفين، ده كان بيوصل لي المعلومه اكتر. فبصراحه استفدت جدا. وكمان بقى لو ما روحتش درس، اللي هو درس بقى انا كنت بروح بتاع المدرس، كنت بفتحه على اليوتيوب، وصراحه كنت بستفاد جدا وكنت بشغل اكتر من مدرس. وحقيقي كل المدرسين اللي على اليوتيوب جمال جدا، وحقيقي كل الدعم ليهم وكل الشكر ليهم فعلا عشان بيفيدونا جدا. وحقيقي انا كل مره بسمع فيهم مدرس مثلا وبرجع ان انا اعرف احل فعلا، فبفضل ادعي لهم كتير، وفعلا ربنا يبارك لهم ويحفظهم لينا. وعايزه اقول لكم بقى ان مفيش حاجه اسمها تانية سنه ما بتذاكرش، اولى سنه ما بتذاكرش، مفيش حاجه اسمها كده. انا كنت بقول كده، بس دي حاجه خطأ جدا، حاجه غلط. ليه مثلا خلوا في اولى ثانوي وتانية ثانوي؟ عشان احنا بنتأسس لتالتة. مثلا لو انت من وانت صغير مش متأسس انجليش، فبالتالي لما تكبر في حاجات كتيرة جدا بتقع منك. واللي متأسس انجليش بيكون ممتاز جدا وما بياخدش وقت مثلا في المذاكرة في الحاجة دي. فانت ما تقولش ان الحاجة ان تانية ثانوي مش مهمة. انا بقولك ان انا كنت بقول كده، بس بصراحة انا كنت غلطانة. بس تانية ثانوي مهمة، تانية ثانوي لازم تذاكرها كويس عشان ده بتأسسك لتالتة. وبالنسبة للامتحانات بقى، اقول لكم بكل صراحة الامتحانات بصراحة ما جاتش سهلة خالص. الامتحانات جت صعبة. بصوا، هو مش كله جه صعب، ومش كل الامتحان مثلا مش الامتحان العربي كله صعب، مش الامتحان الانجليش كله صعب، لا. بس في معلومات كتيرة جدا 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 صعبة، وكمان عايز تركيز، عايز مثلا مش انت مذاكر مثلا مبصمج بالمعنى الاصح اللي احنا زي ما احنا بنقول كده، مبصمجين المادة وتدخل تحل. مفيش ده. فمفيش حاجة اسمها انا هذاكر الحتة دي والاقيها في مثلا في الامتحان، مفيش ده خالص. ما بقاش اللي احنا كنا بنعمله زمان ده، ما بقاش فيه خالص. فلازم انت تكون داخل الامتحان مذاكر كويس. فانا عايزه اقول لكم ان الامتحانات ما بتجيش سهله خالص. فانت لازم تكون كده مذاكر كويس، تكون جامد كده في الماده عشان تعرف تحل. لكن برضو بيبقى فيها حاجات سهله، بس معظم الامتحان بيكون فيه افكار كتيره جدا. فالامتحانات اللي كانت بتيجي صعبه دي علمتني ان لازم نحل كتير جدا واحنا بنذاكر. لما بتذاكر لازم تحل كتير جدا واسئله مختلفه، عشان تعرف كده انواع الاسئله والانواع فعلا اللي بتيجي في الامتحان، وتشوف بقى الافكار وكل الحاجات دي. فانت لازم تحل كتير جدا وانت بتذاكر عشان تعرف الافكار اللي بتيجي في الامتحان.
وكمان بقى عايزه اقول لكم مع ضغط الدروس ومع الدراسه وكل الحاجات دي ما تنساش بقى انك تصلي. الصلاه والدعاء ده اهم حاجه في الدنيا. انت مثلا ما بتصليش ولا بتدعي ربنا انك تنجح، مثلا انك تجيب درجات كويسه، قولي كده ربنا مثلا هو كده كده ربنا هيقف معايا، بس ازاي ربنا هيديك حقك وانت ما بتديهوش حقه؟ ازاي ما بتصليش؟ هتقولي مثلا مع ضغط الدروس انا بروح من درس وبدخل من درس، مفيش وقت، مفيش معرفش ايه. بس ده كل ده مبررات، يعني لا يصح لها اي حاجة، مش صحيحة، مبررات غلط. انت لازم تكون زي ما بتدي الاكل حقه، زي ما بتدي مثلا اللعب حقه، لازم تدي حق ربنا. لو انت مثلا ما بين الدرس والدرس لو وراك درسين ورا بعض مثلا، مفيش مثلا 5 دقايق تستأذن مثلا تصلي العصر او المغرب او الظهر؟ فانا عايزه اقولك انك ما تنساش حق ربنا. حق ربنا يعني لازم تديه عشان ربنا يقف معاك. فبس فادعوا ربنا كتير، وادعوا انكم تنجحوا، وادعوا ان ربنا مثلا يقف معاكم. انتوا عارفين مثلا انكم لو مش عارفين تذاكروا انكم تصلوا وتدعوا ربنا يا رب مثلا اقف معايا في المذاكره، يعني او مثلا فتح مخي ان انا اعرف اذاكر، او يا رب المعلومات تدخل دماغي اكتر في كميه مثلا في وقت قصير، كل الحاجات دي. فانت ما تستهونش بالدعاء، او ما تستهونش مثلا انك بتسيب صلاه. فدي حاجة سيئة جدا. لازم تدي ربنا حقه زي ما بيديك حقك، زي ما بيقف معاك في كل مرة. في كل مرة مثلا انت كنت هتقع فيها وربنا وقف معاك، فانت لازم تصلي ولازم تدي ربنا حقه. مفيش حاجة اسمها انا بدخل من درس وبطلع من درس وكل الكلام الفاضي ده. حتى لو لما ترجع البيت صلي مثلا الصلوات اللي فاتتك، فانت ما تضيعش حق ربنا. وكمان اكتر حاجة هنتسأل عليها في الدنيا وهي الصلاة، وانك تدعي ربنا، وانك تكون قوي كده علاقتك ما بين ربنا، يعني علاقتك قوية ما بينك وبين ربنا. فانت لازم تصلي، مفيش اي مبررات انك ما بتصليش. فحتى لو تستأذن 5 دقايق من الدرس تصلي فيهم وترجع تاني. وحاجة بقى كمان، في ناس واحنا في الدراسة كانت بتاخد كورسات، مثلا تاخد كورس انجليش، كورس اي حاجة في الدنيا. فانت ما تضغطش نفسك في الدراسة، ما تضغطش نفسك مثلا انك تروح درس انجليش وكورس انجليش وكل ده. ما تضغطش نفسك في مثلا اجازة انك عادي ممكن تروحها وتروح كل الكورسات اللي انت عايزها. فما تضغطش نفسك، وهتكون كمان عايز تذاكر هنا وهنا، فاكيد يعني هتأثر ما بين حاجة. ما تاخدش كورسات اي حاجة طول ما انت في الدراسة، عشان تعرف تذاكر كويس المواد اللي عليك. وبس كده، وكده اكون خلصت كل حاجة او اي معلومة انتوا حابين تسمعوها. وكمان بقى لو حابين تستفسروا على اي حاجة مثلا ما قلتهاش، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم كلكم. وانا صراحة انا قلت لكم تجربتي كلها بكل صراحة، بالحاجة الوحشة انا كنت بعملها واتعلمت منها، بكل حاجة انا اتعلمتها في تانية ثانوي انا قلتها لكم، وتجربتي كاملة قدامكم يعني. وان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم وتنجحوا وتفرحونا كده. حاجة بقى بره الصندوق خالص، ان انا بدأت مشروع خاص بيا، وهو ان انا بدأت اعمل الحاجات الحلوة القمر دي. ايه رأيكم؟ بصراحة كنت بقيت مبسوطة وانا بعملها كده. فهحط لكم اللينك بتاع الانستجرام اللي انا بنزل عليها الحاجات دي، وشوفوها كده وشجعوني كتير قوي. وبعمل حاجات مختلفة، وكمان الحاجات دي بقى تنفع في المصيف بقى والحركات دي، وبتغير اصلا الاوتفيت اللي انت لابساه. فادخلوا بقى واتفرجوا ولايكات كتير بقى. وبكده اكون خلصت الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم فيديو جديد. بحبكم في الله، مع السلامة.